السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض اللحمة بالصوص كده زي ما انتوا شايفين. لحمة العيد بقى ولحمة الأفراح والمناسبات، وكمان حاجة تشرف في العزومات، بتنفع معاكي لكل مناسبة، وبترمي معاكي كمية كبيرة وبيبقى فيها بركة كده زي ما انت شايفة. تقطعي طرنشات كده وتبقى زي الفل وشاربة الصوص وتحفة. حلوة قوي ما شاء الله، كمان لونها يجنن وطعمها كمان تحفة. طيب، طريقتها سهلة وبسيطة جدا. تعالوا بقى نشوف معانا قطعة اللحمة دي قطعيتها ايه. اول حاجة هنا انا معايا حتة كده من السمانة، بتبقى حلوة يعني ومناسبة، تنفع تقطعيها طرنشات كويسة قوي. ببدأ بقى اشيل اي شغط عليها كده زي ما انت شايفة، ملوش اي لازمة. عندي كمان حتة السمانة دي مقسومة فصين كده زي ما انتوا شايفين. انا هبدأ اقسمها بالسكينة علشان تطلع معايا طرنشات كده مدورة وشكلها حلو. خلاص كده قسمناها وهي كده جاهزة معانا وتمام قوي، جاهزة على الشغل على طول. ومعايا هنا كمان قطعتين من الدهون اهو زي ما انتوا شايفين، طبعا تكملة الميزان، لان اللحمة بتاعتي طبعا حمرا فمش هتديني شوربة دسمة. تمام، فلازم طبعا لما تبقى معاكي اللحمة حمرا لازم تجيبي قطعتين دهون كده تحطيهم مع الشوربة. رحت على البوتاجاز، سخنت الحله بتاعتي كويس قوي، حطيت فيها حوالي ربع كوبايه زيت، وحطيت كمان 3 مكعبات زبده. ونزلت طبعا باللحمه بتاعتي كده زي ما انتوا شايفين، وابدا اصدمها او ابدا اشوحها، اديها لون كده جميل قوي كده مكرمل زي ما انت شايفه اهو. اسيبها طبعا 3 دقايق وابدا اقلب فيها بالشكل ده. طول ما انت مسخنه الحله بتاعتك، لو بتستعملي الومنيوم يعني، لو مسخنه الحله بتاعتك كويس قوي ومديها طبعا زبده كويس وزيت، عمرها ما تلزق معاكي ابدا ابدا. خلاص كده اتشوحت معايا وبقت زي الفل واخدت لون مكرمل كده من جميع الجوانب. خلوا بالكم طبعا احنا لما بنشوحها او بنصدمها كده، احنا بنقفل المسام بتاعتها وبتفضل حتة اللحمة طرية معاكي وزي الزبدة. طيب دلوقتي بقى نزلت عليها بلتر ميه مغليه زي ما انتوا شايفين، لازم الميه معاكي تكون مغليه، وغطيها كويس قوي بالميه. وانزل بالخضار اللي معايا، طبعا بصل وطماطم وجزر، وكمان معايا 3 فصوص توم كبار مقطعين شرايح. واول ما تبدا تغلي معايا طبعا الشوربه بتاعتي زي ما انتوا شايفين، ابدا اشيل اي ريم عليها فورا. الريم ده بيدي زفاره فظيعه، فلازم طبعا تتخلصي من الريم ده كويس قوي. وهبدأ انزل بقى دلوقتي ببهارات الشوربة الحصى. وليه طبعا هي كل حاجة معايا حصى علشان ما تغيرليش لون الشوربة. زي ما انت شايفة طبعا كده، معايا حوالي نص معلقة فلفل اسود حصى، ومعايا نص معلقة روزماري خشن، معايا ورقتين لوري، ومعايا كمان حوالي 10 فصوص حبهان، وشقة طبعا الحباية 2 كده، طبعا مطلعة الفصوص السوداء بتاعة الحبهان اللي جواه دي، هي دي الطعم والريحة كلها. تمام. معايا كمان طبعا بلحية جوز الطيب، هاخدها وابشر نصها. نزلت بالبهارات بتاعتي كده دلوقتي على طول، وببدأ ابشر اهو زي ما انتوا شايفين. يعني هبشر حوالي نص بلحات جوز الطيب، بتدي طعم حلو قوي للشوربة وللحمة، بصراحة بتبقى مميزة جدا. وابدأ اديهم تقليبة كده زي ما انتوا شايفين اهو. واول طبعا ما تبدأ تغلي معايا بالشكل ده، خلاص ابدأ اغطي عليها بقى وهدي عليها النار خالص كده زي الشمعة، واسيبها لمدة من ساعة لساعة وربع، تستوي على نار هادية جدا، هتديكي نتيجة ممتازة، وكمان مش هتاخد وقت معاكي، والشوربة بتاعتك هتتركز ومش هتقل ابدا. طيب لحد ما تستوي اللحمة بتاعتي، اروح بقى اجهز التتبيلة بتاعتها. حضرت معايا هنا 4 بصلات، وبدأت طبعا اقطعهم طرنشات كده زي ما انتوا شايفين. خلاص كده البصل جاهز معايا، اخدته طبعا في صينيه كده على جنب. وهبدا اتبله طبعا بنص معلقه ملح ونص معلقه فلفل اسود. وطبعا ابدا ادعكم مع بعض كده كويس قوي. عاوزه افكك البصل كويس قوي، وكمان اديله بقى تتبيله كويسه ملح وفلفل كويس جدا، علشان لا يغير طعمه ولا يغير ريحته. تمام. خلاص كده البصل جاهز معايا. اروح اكمل تقطيع بقى. معايا هنا فلفل اخضر ومعايا فلفل اصفر، او لو عندك احمر برضو مفيش مشكله. بس انا طبعا علشان هستعمل طماطم حمراء، فاخترت ايه الوان طبعا في الفلفل غير الاحمر. وبقطع برضو الفلفل الاصفر برضو شرايح رقيقه كده زي ما انتي شايفه. كل حاجه طبعا بقطعها بحطها على البصل المتبل دلوقتي. كمان معايا 5 فصوص توم كده زي ما انتوا شايفين، برضو قطعتهم شرايح تكون رقيقه جدا زي ما انتي شايفه. نص كيلو طماطم وتكون جامده شويه ماسكه نفسها شويه، وبدات اقطعها برضو شرايح رقيقه جدا. وخلاص كده طبعا زي ما قلت لكم، كل حاجه بقطعها باخدها احطها على البصل، كله في صينيه واحده. وهبدا انزل عليهم كده ببشره جوز الطيب، يعني حوالي ربع بلحيه جوز الطيب. وكمان ابدا انزل عليهم ببهارات اللحمه. معايا طبعا معلقه صغيره من الجنزبيل، نص معلقه من البهارات، ربع معلقه من الروزماري المطحون، ربع معلقه ورق لوري مطحون، ومعايا نص معلقه من الفلفل الابيض، نص معلقه من الكمون، نص معلقه من الزعتر، وكمان معايا ربع كوبايه من الزيت.
وكمان معلقتين من الخل الاحمر او الخل الابيض عادي خالص. ودلوقتي بقى تقليب عادي، ما بدعكش طبعا زي ما كنت بدعك البصل، لا دلوقتي تقليب بس، بقلب كله مع بعض. وطبعا بالنسبه للبهارات يا جماعه، اللي موجود عندك حطيه، واللي مش موجود استغني عنه. اهم حاجه الفلفل الاسود والجنزبيل والقرفه، الحاجات دي مهمه جدا 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 في تتبيله اللحم. تمام. خلاص كده قلبنا كله مع بعض، وكده التتبيله جاهزه معانا. ورحت بقى اشتغل على البوتاجاز على طول 3 قطع من الزبده في الطاسه بتاعتي، ووزعتهم كويس جدا كده زي ما انت شايفه. وبدات انزل طبعا بالتتبيله بتاعتي الحلوه دي، وهبدا طبعا اديها تقليبه كده او تشويحه مع الزبده تاخد طعم الزبده الجميل ده. حلو قوي زي الفل. خلاص كده دلوقتي بقى مجهزه معايا ورق فويل، وابدا بقى اغطيها وهدي عليها النار لمده 10 دقايق. عاوزاها طبعا تدبل وتنزل طبعا السوائل بتاعتها كلها. زي ما انت شايفة كده بعد 10 دقايق بالظبط كشفت عليها، خلاص كل الخضار اللي معايا دبل كويس جدا، ونزل طبعا جزء من السوائل بتاعته. دلوقتي هبدأ انزل عليها دلوقتي ب4 كوبايات مية مغلية. اخدت دلوقتي برضو مكعب مرقة لحمة زي ما انتوا شايفين تطعم لي طبعا التتبيلة بتاعتي شوية، وهبدأ اقلبه كده مع التتبيلة. وخلاص هي كده جاهزة معايا، طفيت عليها. ولازم زي ما انت شايفة كده التتبيلة بتاعتك يكون فيها صوص كويس جدا. ليه؟ طبعا علشان اللحمة بتاعتنا هتتشرب كل الصوص ده وتبقى طعمها يخبل، هتبقى حلوة قوي وجميلة وهتعجبك جدا. طيب ركننا دلوقتي الصوص على جنب، رحنا نشوف اللحمة بتاعتنا. بدأت اجسها اشوفها استوت ولا لسه. دخلت فيها شوكة بالشكل ده، لقيتها دخلت بسهولة وكمان علمت مكانها. تمام كده اللحمة بتاعتي استوت وزي الفل وجاهزة. طلعتها طبعا كده في طبق جانبي، وبدأت انضف طبعا الشوربة بتاعتي بقى من اي توابل اي بهارات ملهاش لازمة. خلاص خدنا طعمها وخدنا فايدتها. دلوقتي بنصفي الشوربة بتاعتنا ونخليها كده زي الفل. طيب اخد اللحمه بتاعتي دلوقتي، ولما تبرد تماما ابدا اقطعها طرنشات زي ما انت شايفه كده. لازم السكينه معاكي تكون حاميه واللحمه كمان تكون بارده. كمان شوفوا علشان مدينها صدمة يا جماعة من بره. بصوا لون اللحمة من جوه وردي وجميل ما شاء الله، حلوة جدا. بصوا كمان التقطيعة بترمي معاكي كمية بيبقى فيها بركة وكويسة قوي، عاملة زي اللحمة الباردة بالظبط، وبترمي معاكي كمية كويسة جدا. طيب خلاص قطعنا اللحمة بتاعتنا كده زي ما انتوا شايفين اهي، ما شاء الله ما شاء الله حلوه وزي الفل. جهزت الصينيه بتاعتي بقى اللي انا هدخلها الفرن باللحمه زي ما انتوا شايفين، وبدات ارسم كميه الصوص كده والتتبيله على جزئين. الجزء الاولاني بيبقى تحت، والجزء التاني بيبقى من فوق اللحمه، يعني من تحت كده تديها كده تتبيله وصوص كويس جدا. تمام حلو قوي. ابدا بقى ارص طرنشات اللحمه بتاعتي بالشكل الجميل ده، ما شاء الله. ارصها كده كلها جنب بعضها. تمام زي الفل. وهبدأ برضه احط طبقة برضه من فوق كده صوص وتتبيلة زي ما انتوا شايفين على اللحمة بتاعتي من فوق. لازم اغطيها كده بالصوص وبالتتبيلة كويس قوي، يعني يبقى من فوقيها كده ومن تحتيها صوص وتتبيلة كويس جدا زي ما انت شايفة. كل ده اللحمة هتغلي فيه وهتشكشك فيه وهتشربه وهتديكي طعم جنان. زي ما انت شايفة كده غرقتها واديتها طبقة كويسة جدا. تمام. هبدأ دلوقتي اغطيها وادخلها طبعا على الشبكة، على الرف اللي في النص على درجة حرارة 200 لمدة نص ساعة. اللحمة بتاعتي مستوية، انا عاوزاها بس كده تغلي مع الصوص شوية، واللحمة تتشرب من الصوص الحلو ده ويبقى طعمها حلو كده. بعد نص ساعة بالظبط خلاص كده اللحمة بتاعتي جاهزة. هبدأ دلوقتي اطفي عليها واسيبها في الفرن لمدة ربع ساعة تاخد الصهد بتاع الفرن، وبعدين اطلعها بالشكل اللي انتي شايفاه ده. شايفين ما شاء الله شكلها حلو جدا، ولا اللحمة المشوية ومتشربة الصوص بقى وزي العسل ما شاء الله، تجنن. عايزة اقول لكم كمان طرية وزي الزبدة، اللي هيدوقها عندك مش هيقول ابدا ان دي لحمة مسلوقة ومتبلة. زي ما انت شايفه كده الشكل تحفه. طبعا تقطيعها طرنشات بالشكل ده بيرمي معاك. شايفين كمان لونها من جوه يا جماعه وردي ازاي، حلو قوي، علشان طبعا صدمناها ففضلت من جوه محتفظه بالعصاره بتاعتها وبلونها الجميل ده. اعمليها بالطريقه دي في العيد هتعجب اولادك جدا وهيطلبوها على طول منك بالطريقه دي. طريقتها مفيش اسهل منها وكمان النتيجه ممتازه. اذا عجبتكم الطريقه اعملوا لايك وشير وسبسكرايب في القناه علشان يوصل لكم الجديد، وبالهنا والشفا.